يوتيوب فاميلي. هاي، المفروض الفيديو ده لما ينزل هيكون فاضل اقل من 5 ايام على السنه الجديده، وانا في بدايه اي سنه جديده بجيب النوت بوك بتاعتي وبكتب فيها الاهداف اللي انا عايزه احققها في السنه الجديده، والحاجات اللي انا اتعلمتها في السنه اللي فاتت، والحاجات اللي انا حققتها في السنه اللي فاتت. وبعدين وانا قاعده بكتب مع نفسي كده فكرت ان انا عايزه 2024 تكون هي السنه بتاعتي، بمعنى السنه اللي يحصل لي فيها تغيير جذري في كل حاجه، فيزيكلي ومنتلي وكل حاجه. فحسيت ان انا عايزه زي ما انا كمان يحصل لي كده في 2024. اوكي، انتوا كمان يحصل لكم كده، يحصل لكم تغيير جذري، او زي ما بيقولوا تكون سنه الجلو اب. اوكي، عشان كده قررت ان انا هعمل سلسله فيديوهات واسميها الجلو اب جيرني. اوكي، ودي هتكون اول ابسط فيها، هتكون عن ايه الحاجات اللي انا اتعلمتها في 2023 ولازم تدخل معايا في 2024 عشان نبتدي 2024 واحنا عارفين بالظبط ايه الحاجات اللي هنعملها عشان يحصل لنا تغيير جذري. لو لقيتوا ان خدودي حمرا شويه فده عشان انا حرانه وهموت من الحر حرفيا، مش عارفه في ايه، مع ان الجو بره كان عمال يمطر، بس حرفيا مش قادره، خدودي هتموت من كتر الحر. نيجي بقى لاول حاجه انا اتعلمتها في 2023. انا بالنسبه لي سنه 2023 دي كانت من احلى السنين. انا حاسه ان اصلا الجلو اب بتاعي فيزيكلي ومنتلي حتى كمان بدا في 2023، لان اتعلمت فيها حاجات بالنسبه لي كنت دايما بقع فيها في السنين اللي فاتت. اول حاجه اتعلمتها فيها ان عرفت قيمتي، ومش بس عرفت قيمتي، عرفت ان قيمتي غاليه قوي 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 من هنا لبعد بكره. ومش غرور، بجد مش غرور، بس عرفت ان انا حد اشتغل على نفسه كتير، ان انا حد تعب في حاجات كتير، فبالتالي انا قيمتي عاليه وقيمتي غاليه. مش ما ينفعش اكون بتعامل مع نفسي بانه اكون بديها كلام وحش، او اقول لها حاجات وحشه، او اسمح لاشخاص يقولوا لها الموضوع ده، او اسمح بوجود اشخاص توكسيك حواليا. ففكره ان انا I know my worth، وفكره ان انا عارفه ان قيمتي عاليه، ده اترتب عليها حاجات كتير قوي. اول حاجه اترتب عليها انه مش اي حد ينفع يدخل حياتي، مش اي حد يديني اهتمام ولو صغير كده. اوكي اتعلق بالشخص دوت وما اقدرش اعيش من غيره، لا خالص. الشخص لازم يثبت لي مره واثنين وثلاثه واربعه وعشرة ان هو يستحق وجوده في حياتي عشان ادخله حياتي، لانه حياتي مش سداح مداح. انا مش فاتحها سداح مداح خالص، لا، انا عاليه ولازم الشخص يبذل مجهود عشان يكون في حياتي. يعني حاجه كمان لما عرفت قيمتي وعرفت ان قيمتي عاليه، العلاقات التوكسيك. اوكي، اكتر حاجه اتخلصت منها في 2023 هي العلاقات التوكسيك، الناس اللي بتأذيني نفسيا. لما عرفت قيمتي وعرفت ان انا حد شغال على نفسه، او ان انا حد استحق احسن، حسيت انه لا، انا ما ينفعش الاشخاص دي يكون في حياتي اكتر من كده. ومش معنى ان الاشخاص دي كان ما بيننا عشره كبيره انه لا لازم استحمل وجودهم في حياتي علشان لا خالص. العشره هما ما عملوش بيها، فبالتالي انا مش هحط اشخاص توكسيك في حياتي وهأذي نفسي نفسيا علشان بس انه ما كنتش انا بخون العشره. لا، مش كده. حتى لو انا كنت انا بخون العشره، وحتى لو انا اللي كنت قطعت معاهم من الاول، بس الاشخاص دي بتاذيني، انا قيمتي عاليه، انا ما ينفعش الاشخاص دي تفضل مكمله في حياتي. تالت حاجه كمان اتعلمتها لما عرفت ان قيمتي عاليه وغاليه قوي، وقتي. بجد، ودي اكتر الحاجات اللي انا انبسطت فيها قوي في نفسي، ان عرفت ان وقتي غالي عليا، وان وقتي من اهم الحاجات. صدقوني انتوا كل ما تنضجوا اكتر او كل ما تكبروا اكتر هتعرفوا ان الدقيقه اللي بتعدي ما ينفعش ترجع تاني، وان الوقت ده من اهم الحاجات حرفيا عندنا، وان دي نعمه ربنا اداها لنا احنا لازم نستغلها. وانا بالنسبه لي لما يومي بيفضل ماشي ورا بعضه سريع، بقيت احس انه مش اي حد يستحق وقتي، مش اي حد يستحق ان انا اضيع عليه الدقيقه دي، مش اي حد يستحق ان انا لو مثلا كلمني عشان في تجمع فلاني او مناسبه فلانيه فلازم اروح علشان ده الواجب. مش لازم. لو انا صحتي مثلا الجسديه مش قادره، مش هروح عشان انا فعلا مش قادره، عشان ده وقتي. الوقت ده ممكن انام وممكن استريح فيه عشان يبقى عندي طاقه ان انا اكمل في حاجه تانية. وقتي ده ان انا ممكن استغله في ان انا اتمرن، وقتي ده ممكن استغله في ان انا اهتم بنفسي، وقتي ده ممكن استغله في ان انا اقرا كتاب واثقف نفسي اكتر واتعلم حاجه جديده اكتر. فمش اي حد يستغل، او مش اي حد يستحق وقتك الغالي ده. كنت سمعت قبل كده في فيديو كان بيتكلم على فكرة القيمة او الاشخاص ازاي تتعامل مع نفسها وكده، وقيمتها العالية وكده، انه ما ينفعش نتعامل مع نفسنا كمشكلة بتحتاج حل، ولكن نتعامل مع نفسنا كجوهرة بتحتاج مكان. وانا حرفيا بقيت اتعامل مع نفسي كده، انه حرفيا انا حاسة انه انا جوهرة. فبالتالي تخيلوا معايا كده، انت لو عندك حاجة سوليتير يعني غالية فظيعة، اوكي، هتروحي بيها اي مكان،
هتلبسيها طول الوقت، هتوريها الاشخاص حاسين ان هم حاقدين وبيكرهوكي كل الحاجات دي، ولا هتبقي محافظه عليها وعيناها ويعني ايه اغلى حاجه عندك حرفيا؟ هو بالتالي انا بقيت اتعامل مع نفسي كده، انه انا جوهره بتحتاج مكان لازم احافظ عليها فيه، ولازم اهتم بيها على قد ما اقدر. تاني حاجة اتعلمتها في 2023 وهي اني ما اقساش على نفسي ابدا، لان انا كنت دايما شخص بيقسى على نفسه في كل حاجة. لو قصرت في حاجة اقسى على نفسي، لو في علاقة مثلا رديت فيها بطريقة مش معينة احاول اأنب نفسي بالكلام، دايما كنت بقسى على نفسي في كل حاجة. لو شغلي مثلا حاسة مثلا بمرن العدد ده عايزة امرن اكتر، اقسى على نفسي في كل حاجة، اجي على نفسي في كل حاجة، عايزة اوصل، عايزة، لغاية ما حرفيا كان بيحصل لي فترات بيرن اوت، حرفيا خلاص انا مش قادرة استحمل اكتر من كده، كنت بقسى على نفسي حرفيا من كل حاجه، لغايه ما اكتشفت انه لا، تاني انا ما ينفعش اعمل كده بنفسي، هي نفسي مش نفسي وبس بكلمه انانيه او غرور او كده، قد ما هي نفسي اللي لازم اهتم بيها، لان انا لما اهتم بنفسي هعرف اهتم باللي حواليا، لان انا لما ادي لنفسي الحب والاهتمام وكل الحاجات دي هعرف ادي. هي فكره، عارفين فكره الازازه؟ يعني غير مثال الجوهره، مثال كمان ازازه، اوكي، في موضوع الاهتمام وفكره ان انت ما تقساش على نفسك وكده. كل ما بتدي وكل ما تحط في الازازه، كل ما الازازه تقدر تدي للي حواليك. بس لو فضلت ما بتديش حاجه للازازه، ما بتديلهاش اهتمام، ما بتديلهاش اي حاجه خالص، عمال تقسى وتاخد منها، هي مش هتعرف تدي اللي حواليك. فهي نفس الفكره بالظبط، اتعلمت ان انا ما اقساش على نفسي ابدا. ثالث حاجه اتعلمتها في 2023، ودي حاجه بالنسبه لي مختلفه عن كل اللي انا قلته قبل كده، وهي ان اتعلمت ان ابدا ما اشربش قهوه على الريق، او ما اشربش اي حاجه فيها كافيين على الريق. انا عارفه ان النقطه دي غريبه بالنسبه لكم، بالنسبه لكل اللي بقوله، بس بجد دي من اكتر الحاجات اللي اتعلمتها في 2023، لانه اكتشفت ان لما بنشرب النسكافيه او القهوه او اي حاجه فيها كافيين على الريق، ده بيزود هرمون الكورتيزول او الهرمون المسؤول عن الاسترس، اوكي، وده ممكن يطلع لنا حبوب، ممكن يعمل لنا بطن، ممكن مع الفترات لا قدر الله مع وقت طويل يعمل لنا تكيسات مبايض. الهرمون ده مش فكره بس ان انا بشرب قهوه على الريق، بس فكره ان الكورتيزول بيزيد في الجسم، ده بيعمل مشاكل كتير قوي. فدي من اكتر بجد الحاجات اللي اتعلمتها في 2023، انه نو واي اشرب قهوه على الريق، لانك دايما كنت زمان مثلا لو عملت صيام متقطع او مثلا صاحي مش عايزه افطر اروح جايه شرب نسكافيه على الريق وكده مستحيل ان انا اعمل كده تاني. النقطه اللي بعد كده اللي اتعلمتها في 2023 ان كل حاجه بتاخد وقت. انا دايما ما كانش عندي صبر لاي حاجه، ولما بعوز حاجه لازم اعوزها دلوقتي، وكنت بتضايق او بفقد الشغف بسرعه، زي ما انتم عارفين طبعا انا حد بيفقد شغف كده، اوكي. بس سبحان الله الحاجه الوحيده اللي ما كنتش بفقد فيها الشغف الحمد لله يعني كانت الرياضه. 2023 دي بقى اكتر حاجه علمتني ان كل حاجه بتاخد وقتها، بالذات في موضوع الرياضه ده، لان انا فضلت سنين كتير قوي، اوكي، بحاول ان انا اوصل لجسم معين. بص انا دايما كنت بقف عند الوزن بتاع 60 كيلو. 2023 هي السنه الوحيده اللي انا كسرت فيها ال 60 كيلو وعديت ال 60 ووصلت للشيب اللي انا عايزاه وبقيت مبسوطه والحمد لله. فتعلمت ان كل حاجه بتاخد وقت، فبالتالي ما ينفعش اقسى على نفسي، وبالتالي لازم اصبر ولازم ادي كل حاجه وقتها، لان لازم اكون واثقه ان كل ما اديت حاجه وقتها وكل ما اديتها المجهود ده هي كده كده هتستجيب. فده نفس البوينت اللي انا عايزه اتعلمها كده واخدها واروح بيها 2024. ولا سهام حبيبتي، لو صبرتي على نفسك في اليوتيوب من غير ما تفقدي الشغف كده، صدقيني هتلاقي الجين دوت وهيستجيب، كده كده هيستجيب. النقطة اللي بعد كده واللي انا مش فاكرة كانت النقطة الكام، ان اتعلمت ان الاشخاص بتروح وبتيجي في حياتنا، وكمان تقبلت فكرة ان ممكن علاقاتنا تكون قايمة على المصلحة. ودي واحدة صاحبتي هي اللي علمتها لي. انا دايما او احنا دايما معتقدين ان صداقة المصلحة دي من اغرب الحاجات، وان انت عارفاني بس عشان مصلحتك. وبعدين اكتشفت ان اصلا هي دي الدنيا، بجد هي دي الدنيا، خد وهات، دي مصلحة. علاقتنا مصلحة، مش لازم تكون عارفة ان في علاقات ما بتكونش مصلحة، بس حتى فكرة المصلحة دي مش حاجة وحشة. انا هديك، هاخد منك معرفة، هاخد منك علم، هاخد منك اي حاجة، وانت كمان هتديني، دي مش حاجة عيب ودي مش حاجة وحشة. وفي نفس الوقت كمان اتعلمت فكرة زي ما قلت لكم ان الاشخاص بتروح وتيجي في حياتي، بالذات مثلا مع الشغلانة شبه الشغلانة اللي انا بتعلمها دي. ففي اشخاص كتير بصاحبها وفي اشخاص كتير بتعرف عليها،
وفجاه الاشخاص دي بتخرج في حياتي، فتقبلت الفكره دي ان مش كل الاشخاص هتفضل مستمره في حياتي مدى الحياه، وانه عادي ممكن نقرب قوي في فتره وبعدين نبعد تاني، لان كانت علاقتنا قايمه على المصلحه، ودي مش حاجه وحشه، بالعكس دي حاجه حلوه وبتفيد الطرفين. اخر نقطه هتكلم فيها ودي بالنسبه لي مهمه جدا، وهي اني مش محتاجه ابرر لاي حد اي حاجه. بجد مش محتاجه ابرر لحد اي حاجه، اي حاجه انا بعملها مش محتاجه ابرر تصرفاتي، مش محتاجه ابرر انا ليه رديت بالطريقه دي، مش محتاجه ابرر انا ليه ما ردتش اصلا في الفتره دي، مش محتاجه ابرر، لانه انا حسيت كده في الوقت ده. يعني انت رديتي عليا، او انت مثلا بعتي لي دلوقتي وانا كنت اونلاين وما ردتش مثلا، ما ردتش ليه، او بتساليني ليه ما ردتش، مش محتاجه ابرر لك، انا ما كنتش حاسه ان انا عايزه ارد دلوقتي. مش قله ذوق، والله مش قله ذوق، بس احيانا بتكون مشاعري انا دلوقتي مثلا، مشاعري مش احسن حاجه، انا دلوقتي مثلا في حاجه مهمه بعملها، انا ما ينفعش انت تيجي تقلبي عليا الترابيزه وتعامليني اللي هو انت ازاي ما عملت. مش محتاجه ابرر لك، مش محتاجه ابرر لك تصرفاتي، لما اذيتكيش في حاجه فانا مش محتاجه ابرر لك تصرفاتي، طول ما انا مش باذيكوا او مش باذي الشخص اللي قدامي في حاجه، فبالتالي انا مش محتاجه ابرر له تصرفاتي اصلا. وبس كده، دي الحاجات اللي انا اتعلمتها في 2023 ولازم ادخل بيها في 2024. انتوا كمان اكتبوا لي تحت في الكومنتس الحاجات اللي انتوا اتعلمتوها في 2023 ولازم تدخلوا بيها في 2024 عشان احنا الاثنين نشجع بعض، لان زي ما قلت لكم دي اول سلسله او اول حلقه في السلسله بتاعه الجلو اب جيرني، لان في حاجات تانية جايه كتير، حاجات في الرياضه، حاجات في النفسيه، حاجات في البشره، حاجات في كل حاجه، عشان 2024 تكون سنه التغيير لينا بجد. اتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا عليه لايك، واكيد اكيد سبسكرايب للقناه عشان تحققوا هدفي في 2024 ان انا اكبر الشانل بتاعه اليوتيوب دي. وبس اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي.